اسمع الجمهور، اسمع الصدى، اسمع. منتخب الجزائري في ثاني مشاركة ليه على مستوى هذا الحدث. أول مشاركة 2009 لما استضافت الجزائر الحدث، لعب النهائي وخسر من غامبيا 3-1، وشارك في مونديال الناشئين 2009 في الفريق المغربي. رابع مشاركة ليه 2013 في المغرب، مركز رابع، لعب المونديال ووصل للدور 16. المغرب موعد مرتقب، الفائز سيمثل العرب وافريقيا على المستوى المونديالي تحت السن 17 سنه. تنطلق الان المباريات وكوره للفريق الجزائري، تنقل منطقه الفريق المغربي بالدفاع. اللاعب الناير لعب الكره طويله، تختم الدفاع. هنا الابعاوي ثالوث يلعب في القاره الاوروبيه، بوداوي على الطاير مع نيس، بن سبعيني مع جلادباخ في المانيا. هذه كرة للركنية، تغطية من رقم 4. المغرب تلعب منطقة الجزائر للجزائر، الابعاد للكرة يتم للمربع الذهبي. هذه كرة لصالح الفريق الجزائري، خروج الحارس من خلال هزاز وعلال والزاكي، انتقال ليوبونو اللي كان متألق في المونديال قطر الأخير. منتخب المغرب الثاني، كرة لصالح الفريق المغربي، ترجع الدفاع الجزائري. الجزائر والمغرب تنافس الفريق المغربي، المغرب والجزائر في هذا الحيوان. هذه الكرة الجزائرية بعيدة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح الحميد. عبد الحميد ينطلق مع 2، عبد الحميد هيا 24 حموني يرفع كرة عند الحارس حماش. طيش في البرازيل، شاوشي كان موجود 2010 مع الجزائر الاول، حقق الفوز على الصومال الجزائرية. ترفع من شهيد، منطقة المغرب تتحول لضربة مرمى قبل واحد. كرة تلعب الان منطقة الجزائر والدفاع موجود، تغطية موجود ميدان، ترجع للفريق الجزائري، يلعب بالحماس بالروح بالجرينتا. تنتهي الكرة التحول من خلال شاهين شتاوي، شاهين عند الخطير اناتوف، ينطلق بالكرة اناتوف ناير ايمن، يتحول الان بوغيسان للامام، ينطلق معاد لا وجود للمنتخب المغربي للهجوم في هذه اللقطة. كان معاه اللاعب الجزائري جيل ذهبي، جيل استثنائي للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا، محاولة خطيرة، سدد سرعة في التفكير من لاعب وسط ميدان. السنة سنكسب منتخب وسنخسر آخر. ترفع كرة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل. هذا كرة شاهين شتاوي عند الحارس المغربي. يبقى التعادل السلبي قائم والدفاع موجود. تبقى الكرة منطقة الجزائر، رأسية عند الحارس حماش. حميد ايت بودلال المدافع المغربي اللي غير الكرة الأخيرة، سهلة عند الحارس الجزائري. كمان الناير يتقدم، ناير عرضية والهدف لصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا كول، المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور، يمنع تقدم للفريق المغربي. كرة اختها الناير، عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا زيكو، يمنح التقدم لصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من ايمن الناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوفوا الغلطة هنا اقتناص الكرة من جانب الناير عرضية من الناير، رأسية من خلال وسان حموني ينطلق، حموني يحاول مرور، حموني ما يمرش، كرة ترجع للفريق الجزائري. نيس فرحات يرفع كرة، فرحات سهلة عند الحارس. انطلاق الناير في عرضية بالمقاس،
فرحات كرة مسترقة من الأول، التصدي موجود، تبقى المحاولة قائمة لصالح الفريق المغربي. ترجع من جديد في وسط الميدان، تلعب كرة من النتوقة السريعة، كرة التعادل، الحارس يتصدى، تبقى خطيرة، أوقفها بن غزيل، كرة مررها لناتوف، مسلم يمرر، صالح وجها لوجه ولكن أوقفها الشبل، هذا الشبل. كرة ترسل منطقة المغرب، الدفاع موجود، جزائر خطير فريق الجزائري. هذه الإعادة من جديد، بوغيسان، ترسل طويلة الآن في محاولة مغربية، انطلاقة سريعة، ممكن ثاني ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة، في انتظار تنفيذ الركنية، كرة على مستوى القائم الثاني، هذه رأسية بعيدة. الكرة الأخيرة هنا يحاول أناتوف الوصول الكرة، إصابة الحارس المغربي بعد تصل عند حموني خسرها، تعود للجزائر الان، مرتده لمنتخب الخضر، هذه كره طويله، اناتوف يتحرك لكن اقرب تبعد بالخطا، التسديد من خارج منطقه الجزاء الى ضربه مرمى. تظل المغرب منتخب المغربي اللي تألق في المونديال الاخير والسود الاطلس، شفنا تألق ملفت لمنتخب عبد الحميد آيت بودلال. دفاع المغربي مونديال قطر الأخير كان متماسك من خلال السايس، نايف أكرد والسايس جاي نشتوي، هجمة للفريق المغربي، هذه بينية، كرة خطيرة، زكريا وسان جول، وسان دوبيتا، وسان ثنائية، زكريا في شباك الجزائر، كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في شمال الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0، كرة ضربت الدفاع الجزائري، زكريا وسان كان حاضر، كان شاس، بلمسة واحدة يسجل، لكن في تدخل قوي بداية اللعبة، في تدخل يستمر اللعب، كرة من حموني، هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري، كرة ضربت من الدفاع الأخير، لمسة واحدة يسجل، هو الثاني هو كريم ممر الجديد، هو نصيري، هو بصير، هو الشماخ، هو الهداف الجديد للكرة المغربية، والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار من خلال التدخل الأول على اللاعب الجزائري؟ ولكن يبدو لي يحتسب الهدف. 2-0 تقريبا انتهت المباراة. صعب جدا يرجع منتخب الجزائر امام الحكم الليبي المبروك محمد وشاندار لوجود الخطا، والهدف الثاني يحتسب يعتمد. 2-0 تقدم المغرب على الجزائر. صعبة المباراة اكثر على منتخب الخضر. في الشوط الثاني جاب الثاني، كرة خطيرة، والثالث الهدف الثالث للفريق المغربي، هذه المرة هدف شاكير، كرة قوية من شاكير يأكد التعال، يأكد الذهاب للمونديال، يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. هدف شاكير في الشبكة، ابتسامة حامل عرين، فرحة الفريق المغربي بانتصار مهم جدا، انتصار يساوي بطاقة المونديال، انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سببها شاكير، غالت بها حماش. 3-0 ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية، شاكير يسدد بقوة، كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن اسمع الجمهور، اسمع الصدى، اسمع